السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير المنزلية. اليوم راح نشارك معاكم وصفة النقاش، ولا كل واحد واش يقولوا في ولايات، مي حنايا نقولوا له النقاش. وصفة زاكية بنينة هشيشة وتذوب في الفم. الزوج تاعك لا ذاقها راه ما يحبش منها كيما راجلي. المهم نبداو على بركة الله. الوصفة ديريكت. اكيد نحتاجو الغرس نوجدوه من قبل، نرحوه نقوه نحولو الزوائد هذوك نتاوعو، ومن بعد نداويوه ثاني بالبيا. واش درت فيه يا البنات؟ درت فيه الجلجلانيه، درت القرفه باه يجي الطعم تاعو بنين، وكل واحد واش يحب، يعني كل وحده والذوق تاعها. كاين اللي يحب يدير القرفه، كاين اللي ما يحبش. المهم راح نجيب لكم وصفه بالتفصيل وراكم طلبتوها مني بزاف بزاف. درت في الغرس كما قلت لكم جلجلانيه، ودرت مغرفه بومبي تقريبا قرفه، ودرت الزيت تقريبا 2 مغارف بومبي، وعجنتها مليح وقعدت نطم فيها ولا نعجن فيها بشوي بشوي بالمزهر. تجي بزاف بزاف بنين وهشيش، ويوليكم مام الغرس كي يطيب في الكاطو يجيكم هشيش، ما يجيكمش يابس. هذا الغرس كنت وجدته حطيته على جهه، خليته يرتاح مده ساعه ولا ساعتين على حسابكم نتوما، يعني كل وحده وكيفاه تخدم الكاطو نتاعها. يعني ننصحكم هذه الوصفه انكم تحضروها الافونس، يعني نهار من قبل، ولا توجديها صباح وتحضريها العشوة، ما كان حتى اشكال. وكنت درت له الغرس ديبول هكذا على وزن 25 ولا 30 على حسب الحبه نتاعكم، كل وحده واش تحب تكبرها تحب تصغرها. المهم انا عطيت لكم وكما نقولوها التقريب بالتقريب وشحال درت، وانتم شوفوا على رايكم انتم. اكيد يعني انا كي درت له ديبول هكذا باش يجيني ساهل من بعد كي نبدا نخدم يجيني ساهل، فهمتوني؟ يعني درتو ديبول وحطيته على جهه وغطيته. نروحوا دوكا للعجينه اللي بزاف بزاف منكم طلبتوها مني في التيك توك، في لاشين تاعي روتينه تسنيم، في الانستغرام. اللي ماهوش متابعني راح نخليكم هنايا الانستغرام تاعي هنايا على الشاشه with تسنيم. اهلا وسهلا فيكم. راني نحط يومياتي، تقريبا ساعات وصفات. المهم تابعوني في لي ستوري حتشوفوا يومياتي. اللي تحب تتابع يومياتي اكيد. نروحوا دوكا للوصفه. واش فيها الوصفه؟ فيها 250 غرام مارغرين، وفيها مغرفه بومبي ولا مغرفه تاع ماكله بومبي تاع دهان انعميه. والدهان والمارغرين يكونوا طراي، يعني طريين طرايه كما حنا نقولوا. تخرجي الباطه نتاعك من قبل، راكم على بالكم الحل بارد وكلش، ما كان له يعني نديرو في الفريجيدار، فهمتوني؟ المهم هنايا ونروح نديرو الفرينه نحتاجو 3 كيلات، بمعنى انه 3 كيلات بكيله تاع دهان، 3 كيلات فرينه. الباطه تاع المارغرين يعني نتوما ديرو تاع 250 باه ما تذهب لكمش. باطه تاع 250 توزنوا بها المارغرين وتوزنوا بها الفرينه نتاعكم، يعني ديروا 3 بايات تقريبا تاع 250 غرام فرينه. ومن بعد تضيفوا السكر ديروا نص باطه تاع 250 غرام، نص سكر رطب ونص الباقي تكملوه نشا. فهمتوني؟ ان شاء الله راكم فهمتوني. يعني نتوما اوزنوا بالباطه تاع 250، انا ما كانت عندي راني نوزن بتاع 500. يعني المارغرين درت 250 هكذاك، الفرينه ثاني درت 3 بايات تاع 250، والباطه تاع 250 قسمتها نص سكر ارطب ونص نشا باش يجيكم بزاف بنين وهشيش. درت مغرفه ثاني مليحه تاع لافاني، وهنايا ندير مغرفه صغيره تقريبا تاع الخميره، وقرصه تاع الملح. شوفوا يا البنات الوصفه هذه ديروها في عينيكم. جايكم دوكا رمضان ولا العيد ولا اي مناسبه عندكم، يجي زاكي وبنين هشيش هشيش يذوب في الفم، يعني قبل ما ديري غير في فمك يذوب. اكيد الى يعني جربتوا هذه الوصفه ما تنسوش انكم تخلوا لي في لي كومونتير يعني الراي نتاعكم، واسكو عجبتكم ولا لا.
نروحوا نلموا المكونات كما شفتوا: المارغرين، الدهان، الفرينه، السكر. المهم اللي قلت لكم عليهم نقعدوا هكذا نخلطوا فيهم غير بشويه باش نجانسوا المكونات مع بعضهم، ولا نخلطوا مع بعض الفرينه باش تدخل مع المارغرين وكلش، يعني بمعنى نبسوها مليح مليح هكذا بيدينا كما شفتوا. ما حبيت نقطع حتى مقطع باش تشوفوا هكذا بالتفصيل، ويعني باش تجربوها بالتفصيل كما راني ندير فيها في الفيديو يا البنات. المهم شوفوا فوالا، نحاول انه نبسسها مليح كيما الكسره. شتو الخساس كي نديروا له الزيت ونحاولوا نبسوه، ندخلوا يعني الدقيق مع الزيت هكذاك العجينه، نحاولوا نبسوها وندخلوا المارغرين مع الفرينه بالبيان هكذا باه تعطينا هذه النتيجه. فوالا هنايا ثاني نحكموا حبه نتاع البيض تكون دافيه يعني بدرجه حراره المطبخ، بيضه كامله نخلطوها كما شفتوا هكذا بالفرشيطه مليح مليح، يعني نضربوها مليح مليح يعني باه تتخلط بيان كوم يلفو، ونروحوا نضيفوا لها الماء يكون دافي يا البنات. ابلاكم تنساوه وتخلوا على النار حتى يسخن، راح تطيب لكم البيضه تو سامبلومون. خلوا الماء دافي يعني دافي خلاص مايل للبروده والدفا، فهمتوني؟ وهنايا المزهر عادي ثاني تكونوا قبل ما توجدوا هذه الوصفه يكون كل شيء دافي، يعني كل شيء تخرجوا على لافونس، فهمتوني؟ هنايا كما قلت لكم ديروا شويه تاع ماء دافي والمزهر كطرات تقريبا ربع هكذاك ولا، وتحاولوا تعجنوا العجينه نتاعكم غير بشويه، يعني تفرغوا غير بشويه وتلموا العجينه وما تعجنوهاش يا البنات، لموها غير بصبع يديكم كما راكم تشوفوا هكذا. طريقه راني قلت لكم حبيت نمحي ولا نكوبي حتى مقطع تشوفوا بعينيكم كيفاش نحاول انه نلم العجينه، ما تعجنوهاش لموها برك دوكا بشوي بشوي تتلم، ومشي تفرغوا كامل الكميه فرد مره وتقولوا نعجنوا. لا لا يا البنات، دوكا راني هذه الكميه خليت منها، راني غير بشويه بشويه حتى نحسها انه العجينه طرات لي، بس ما تجروهاش بزاف ومن بعد تولي تحصلوا في الخدمه نتاعها. خلوها مويان تكون مليحه، تكون طريه وماهيش طريه بزاف وما تكونش يابسه، بس هذه العجينه رايحين تخلوها ترتاح، بس تحتاج الراحه. علاه نقول لكم هذه الوصفه لازم تجربوها على فونس كيما انا، يعني من المستحسن انكم ديروها في الليل وتخلوها تبات، غدوه الصباح راح تعطيكم الطوع تخدموا الحبه تاعكم وانتوما يعني مرتاحين، ماشي تكون جاريه يعني ما تعدكمش في الخدمه، فهمتوني؟ سيرتو كي تبداو تنقشوا يعني يجيكم النقاش صعيب سيرتو اللي تعود مبتدئه. انا راني نحرص للمبتدئات اللي تعود اول مره راح دير في يدها النقاش، ننصحك انك ما تجريهاش بزاف كيما شفتي هكذا، القوام تاعها يكون مليح، ما يكونش جاري خلاص وما يكونش يابس خلاص، يكون موايا، تحطيها ترتاح، وجديها الافونس كيما حبيتي هكذا توجديها الصباح وتحضريها طيبيها العشوه كيما انا في الفيديو هذا درت الصباح، وجدتها هي والغرس الصباح وخليتهم يرتاحوا، وطيبتها وقت القايله هكذاك بعد الغداء باش تقهوينا بها. فوالا هذه هي. سيرتو كيما قلت لكم في النقاش تحاولوا انكم تنقشوها غير بشويه وذوك تشوفوا الطريقه. هنايا جبت البابي فيلم ورايحه نغطيها. شوفوا في هذا لا فيديو كنت موجدتها كان الحال شويه سخون، مي دوكا مادام الحال بارد وكلش خلوها ترتاح غير برا. مي اللي ديرها في فصل الصيف ولا راكم على بالكم الدهان يطلق وكلش، من المستحسن ديروها في الفريجيدير وخلوها ماكسيموم ترتاح ساعتين 3 سوايع ماكسيموم. فوالا هنايا كنت راني درتها في الفريجيدير ترتاح، وكما قلت لكم وما نعاودش نكرر راني نعطيكم بالتفصيل ونفهمكم بالبيان في الفيديو ونخص للمبتدئات. اما اللي تعود مالفه طياب وذيك وكلش راه على بالها بهذو المعلومات كامل. هنايا بديت نوقش فيه، الحبات الاولين درتهم دورين عادي، شوفوا النقشه نتاعو كيفاه، مام العجينه كي عطيتها الطوع عطيت لها الراحه، يعني الحمد لله يعني عطاتني الطوع في الخدمه نتاعها. من بعد يعني دار لي الراي بدلت رايي ودرت حبات هكذا طوال
ملاح، عجبني هذا الديكور. وشوفوا كيفاه نقشتو، تقريبا كملت الحبات كامل بنفس الديكور، درتو كيما هكذا. وش نقول لكم يا البنات، والله يا البنات غير نهار ونص ماكسيموم قعد لي، باسكو تالمو الهشاشه نتاعو والبنه نتاعو عليها حبيت ونحطو لكم، ما حبيتش تكون تروح الوصفه هكذاك، فهمتوني؟ ها والله يبارك جا حبات ما شاء الله. هنا كنت كملت وجدتهم كامل. حطوهم يعني لازم يكون البال تاعكم طويل رايح، تكونوا رايحين تقعدوا تخدموا بعقالكم. فوالا هنا بعد ما طاب لي كلش، راها باطه كانت معمره يا البنات. من نهار من غدوه قلت لهم خلوني نصورها لمتتبعاتي، شوفوا كيفاش جا زكي وبنين يا البنات. فوالا ننصحكم تجربوه، ومشاهده ممتعه، ونتمنى راني فتكم يا لو كان بالقليل سيرتو المبتدئات. ونقول لكم نحبكم ونموت عليكم، استناوني في الفيديوهات والوصفات الجديده. سلام.